باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. تحل علينا نعمته وبركته الآن كل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائما أبديا آمين. ما أرهبها يا أحبائي تلك اللحظات، فعزيز علينا إلى أبعد حد. انتقال أحبائنا دكتور مجدي سطحي، دكتورة سحر طلعت، وابنتهما الملاك كاترين. لحظات رهيبة أن تنتقل هذه النفوس في أرض غريبة بأيدي الغدر والوحشية والإرهاب. وإن كان يا أحبائي انتقالهم عزيز علينا، فهو بالأكثر عزيز على الرب نفسه، كما قال داود النبي: عزيز في عيني الرب موت أتقياء. أحبائي، أحباؤنا قد خلعوا عنهم تلك الأجساد لينطلقوا في رحلة سمائية حيث المستقر الأخير. ونحن أمام هذه اللحظات، أمام الموت، لا بد أن تستعيد ذاكرتنا حقيقة مؤكدة أننا عندنا ملكية خاصة للرب. فالله يخلقنا ويسمح بوجودنا على الأرض وقتما شاء، وله وحده أن يسمح بانتقالنا من هذا العالم وقتما شاء، كيفما شاء، أينما شاء. ولا يمكن لنفس بشرية أن تفعل إلا وفقا لسماح الله. ونحن هنا ليس لنا أن نقول مع بولس الرسول: لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. لا يمكن منا لحظة انتقال من هذا العالم. وكما ذكر الحكيم سليمان: ليس لإنسان سلطان على الروح ليمسك الروح. ليس له سلطان على ساعة موته. السلطان لله وحده. فأمام هذه الحقيقة ليس لنا إلا أن نخضع للمشيئة الإلهية في هذا الأمر. ولكن أود أن أقول لأبنائي وبناتي والذي أرى في ملامحهم تعزية إلهية، تعزية سمائية، أن مثل هذه التجارب لن تؤثر بالسلب سواء على علاقتنا بالله أو على علاقتنا بالوطن، كيفما يريد الأشرار وكيفما يريد الشيطان. لأنه لا موت ولا حياة يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. فالله بحبه قد أوجدنا في هذا العالم، وبحبه أيضا يسمح لنا أن ننتقل من هذا العالم إلى عالم أبقى، إلى عالم الروح، إلى عالم لا نهائي، لأنه عالم الخلود إلى السماء.
نشكره لأنه أوجدنا على الأرض، ونشكره أيضا لأنه ينقلنا إلى عالم الراحة، بغض النظر عن التوقيت وبغض النظر عن الوسيلة. أحبائي، إن مثل هذه التجارب تزيدنا تماسكا وتزيدنا وحدانية، تزيدنا إرادة، لأن نقدم ذواتنا فداء للوطن وفداء للكنيسة. فنحن خلقنا هنا لكي ما نبذل ذواتنا من أجل الله ومن أجل الوطن وكل ما فيه. هذه رسالتنا في هذه الحياة. أحبائي، اسمحوا لي أن أقول أننا هنا الآن إنما وكما لو كنا في حفل وداع، إنه حفل وبكل المقاييس، إنه حفل أرضي وآخر سماوي. حفل أرضي نودع فيه نحن هنا الذين على الأرض من قد صاروا من أهل السماء، وفي نفس اللحظات هنالك حفل سماوي وإن كان غير مرئي، ولكن بعيني القلب نراه. فنرى الملائكة وتصطحب هذه النفوس إلى موضع الراحة، إلى فردوس النعيم. أحبائي، إننا أمام حفل وداع يعد له كثيرون قبلها بأيام. إن هذه الرحلة التي تنتهي أرضيا هنا في طنطا قد بدأت في سرت، ثم مصراتة، ثم طرابلس، ثم مطار مصراتة، ثم مطار تركيا، حيث هنالك علاقة خاصة بين ما يحدث في ليبيا وبين تركيا، بدليل أن الطيران المسموح له هو الطيران التركي. أحبائي، هذه الرحلة رغم المعاناة التي فيها، إنما هنا لابد وباسمكم جميعا أن أسجل شكري لوزارة الخارجية المصرية وكل من فيها، وعلى رأسهم معالي السيد وزير الداخلية الخارجية. بل واسمحوا لي وبعد انتهاء التجهيز مباشرة أن أذهب لأنوب عنكم يقدم شكري للسيد وزير الخارجية. أحبائي، لقد تعبوا في هذا الأمر، وهنا أيضا على أرض مصر كان في استقبال هذه الجثامين ترتيب مصري، فكان على رأس المستقبلين هنالك في المطار سيادة السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية قبل الفجر. ومن هنا أسجل شكري لسيادته، واسمحوا لي وهو في غنى عن الشكر أن أشكر بالعرفان جناب القدس بشوي وديع أيضا الذي ناب عني في استقبال الجسامين في ذلك الوقت في المطار. وأشكر وزارة الخارجية وجميع القائمين على مطار القاهرة الدولي لفتح صالة كبار الزوار لاستقبال مستقبلي الجسامين. حفل توديع له ترتيبات سابقة إلى أن أتينا في هذه اللحظة، والتي أنوب فيها عن أبي الحبيب قداسة البابا تودروس الثاني الذي اهتم منذ اللحظة الأولى بهذا الحدث، ويشاركني في هذا الوداع العزيز جدا إلى قلبي
السيد الدكتور اللواء محمد علي محافظ الغربية الذي آثر أن يحضر بنفسه، ومعه هذه الكوكبة منهم السيد جدا. أحبائي، حفل وداع يشارك فيه هذا الكم من الآباء الكهنة، حفل وداع يشارك فيه هذا الكم من الشعب، حفل وداع يشارك فيه القنوات التلفزيونية، حفل وداع شارك فيه إخوتي الكشافة، حفل وداع يشارك فيه إخوتي الشمامسة. إنه حفل وداع مهيب، حفل وداع يشارك فيه الإعلاميين بكل صورهم وانتماءاتهم. أحبائي، إنه حفل مهيب لأنه حفل وداع لشهداء وطن، واسمحوا لي أن أقول إنهم شهداء وطن لقد اغتيلوا لكونهم مصريين، لأن مصر في ثورة نبيلة في 30 من يونيو وقفت أمام خفافيش الظلام التي أرادت أن تهيمن على بلادنا بل على المنطقة لتحول نورها إلى ظلام ونهارها إلى ليل. وكانت مصر هي الرائدة والقائدة لإيقاف هذا النزيف المصري الذي كان سيستمر. لهذا يغتالون المصريين حيثما وجدوا وحيثما أطالت أيديهم الملوثة بالدماء. من أجل هذا حضر كل هذه القيادات لأنهم شهداء وطن، ومن أجل هذا حضر قيادات الكنيسة لأنهم شهداء مسيحية وشهداء كنيسة، لأنهم اغتيلوا بكونهم مسيحيين، لأنهم يعلمون تماما كيف وقف المسيحيون متشابكي الأيدي مع إخوتهم المسلمين على أرض مصر في ثورة يونيو ليقدموا ملحمة الحب المصري بين مسلميها ومسيحييها، ليخرجوا كل آثم أراد أن يقبض على رقاب المصريين ولو كان حاكم مصر في ذلك الزمان. لهذا ينتقم من المصريين المسيحيين. بل اسمحوا لي أحبائي أيضا أن أقول نحن نحتفي بهم لأنهم شهداء واجب وشهداء إنسانية. لقد آثروا على الاستمرار في ليبيا رغم ما تمر به ليبيا لأجل الواجب الوطني كطبيب وصيدلية، ولم يتركوا مجال خدمتهم الإنساني في تلك الظروف الرهيبة التي لا يحتملها أحد معرضين حياتهم للخطر. لهذا نجتمع جميعا لنقدمهم إلى الله كقرابين مقدسة، قرابين وطنية، قرابين كلها إنسانية عن بلادنا مصر بل عن كل الإنسانية. أحبائي، لهذا نجتمع لنودعهم فهو حفل وداع. ويسمحوا لي أن أقول بخصوص بناتي وبناتكم وبنات السيد المحافظ كارلا وكارل المتبقيات من هذه الأسرة، إنهم في قلوبنا جميعا. وأنا أثق أن كل العقبات ودون أن نطلب أي عقبات إدارية في عودتهم إلى مصر واستكمال دراستهم هذا العام لن تقف أي عاقبات حائلة طالما يوجد في وسطنا السيد المحافظ السيد الدكتور محمد علي. أحبائي، في هذا الحفل، حفل التوديع، نشكر كل من شارك سواء كان حاضرا أو كان له دور سابق، ونشكر من الحضور السيد
المحافظ السيد الدكتور محمد نايم. نشكر السيد الفاضل السيد اللواء سامي بدير مدير الأمن، نشكره من أجل كل الترتيبات التي حدثت لأجل ترتيب هذا اللقاء. لقد جعلت موسم المدير احتفال بكل ما كان من تنظيمات أمنية، وأشكر شريككم السيد حسين شاهين، وأشكر إدارة مرور الغربية ممثلة في السيد اللواء خالد العباسي لغلق كل الشوارع المحيطة بالكنيسة، ونعتذر على شعب المنطقة في هذا لأجل موقف الأجساد من الخارج حتى دخول الكنيسة. نشكر القوات المسلحة المشاركة وبقوة في حفظ بلادنا داخليا في هذه الأوقات، ونشكر لممثلها السيد العقيد أحمد يحيى المستشار العسكري الغربية الذي شاركنا الآن في هذا الاحتفال. نشكر السيد المستشار ربنا المستحيل نائبا عن معالي وزير العدل. نشكر السيد العميد محمد شلبي مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الأمن. نشكر السيد العقيد محمد السلوكي مأمور قسم أول طنطا، السيد العقيد مهند أبو لمون مدير إدارة المرافق، السيد الرائد عمرو شعبان، والسيد المقدم أحمد عاشور. نشكر الآباء الذين حضروا إلينا بصفة خاصة. نشكر جناب القس تيموثاوس بشار كاهن كنيسة الملك مرقس في مصراتة بليبيا. نشكر جناب القس مرقس زغلول كنيسة طرابلس ليبيا، وأبونا مرقس زغلول كنيسة مصراتة في ليبيا. نشكر جناب القس صموئيل بشارة الذي يحمل إلينا مشاعر وحب نيافة الأنبا بخوميوس، وهكذا جناب الأب المبارك القس البلاوس يحمل إلينا مشاعر نيافة الأنبا كراس أسقف المحلة. نشكر أبونا كيرلس عن إبرشير دمياط وكفر الشيخ. نشكر كل القنوات التي أتت لتغطي، قناة CBC، MBC، الحياة، دريم، القناة السادة، وأعتب بشدة على القناة المسيحية وأقول لهم حين من على المنبر: القنوات المصرية أتت لأن الحدث حدث مصري أكثر منه مسيحي. نشكر مراسل الصحف الوطن مصر اليوم السابع، صدى بلد مصر العربية، بوابة الأهرام. أشكر الكل وأعتذر إن كان أحد لم نذكره بالاسم. إن لم نذكره بالاسم فسيذكره الله بالخير. تعزيات الأسرة، تعزيات قداسة البابا، وتعزيات الكل. أبو الأبشوي يتفضل لو في أي ترتيبات.